مش نكديه يعني، لا. بس احنا كده لما نتبسط قوي ونضحك نقول خير اللهم اجعله خير. ناس كتير قوي، وكل مدى عمالين يكتروا. وستات، لا بجد ناس كتير قوي بيتكلموا، لا بيصرخوا وبيغنوا كمان، بينظفوا الشوارع. معلش بتكلم عن النظافه يمكن عشان انا ست. الشاب اللي قاعد على النت بجنيه. الناس مش بتنظف الشوارع، دول شكلهم بينظفوا نفسهم، بينظفوا البلد. دول بيقولوا كلام عمري ما كنت اتخيل انه ممكن يتقال بصوت عالي. هي الناس مش خايفة؟ يمكن قلبهم جامد عشان عددهم كبير، بس العدد ده منزلش كده بالعدد ده. حاسة ان كل واحد ابتدى زيي فاكر انه لوحده هيطق ويكره نفسه لو منزلش ولقى نفسه جوه الناس دي وفي وسطهم، ولما نزل ولقى نفسه في وسطهم لقى نفسه بيحلم بمصر جديدة زيهم. وهو بيحلم كده لقى نفسه عمال يكتشف نفسه من اول وجديد ويكتشف الناس اللي حواليه. زي ما انا كده شايفة نفسي كأني عمري ما شفت نفسي بالشكل ده قبل كده. الشخصية اللي لعبتها يسرا كل هدفها في الدراما إنها تفضح الإشاعات الساذجة اللي أطلقها النظام لتشويه الثورة والثوار وقتها. والسذاجة الأكبر في اللي صدقوا الإشاعات دي من غير حتى ما يفكروا إن هم يمرروها على عقولهم. بس السؤال اللي فكرت فيه لما اتفرجت على أداء يسرا السلس العبقري واللي بيعكس خبرة السنين اللي عندها، طبعا يسرا قالت تمثيل هايلة جدا، ومع ذلك برضو رغم ادائها الرهيب بصراحه مبدعه يسرا، ادائها الهايل ده ما منعنيش ان انا اسال نفسي يا ترى يا استاذه يسرا انت النهارده مقتنعه ان تران وصنافير مش مصريه، ولا العشم اللي بينك وبين السيسي زاد لما شاركتيه بعض رحلاته الاوروبيه؟ ده اول يوم ليا في الشارع، اصلا لغايه النهارده الصبح كنت مسجونه محبوسه، والنهارده الصبح طلعت. خير خير اللهم اجعله خير. كان في 2 شباب في المظاهرة أصحاب، واحد منهم شاف التاني كان هيتضرب بالنار فداه، جت الطلقة في قلبه وهو بيقع في ايده قال له هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ طبعا صاحبه كان عارف ان هو بيموت، سكت، حط ايده على قلبه، بص لقى الدم، قال له هي دي الشهادة؟ صاحبه قال له اه هي دي. انا نازله التحرير، انا خايفه اقعد لوحدي، وبعدين على الاقل هناك العساكر يحرسونا، مش كده ولا ايه؟ العساكر اللي بيطخوكوا ها؟ لا دي عساكر تانية خالص،
دولت مساجين هربوا، طلعوا ممكن يجوا يغتصبونا، شرقانين ستات. قومي هاتي علم، يلا قومي هاتي علم وكل التحرير. فين؟ انت عايزاهم يلبسوها قضيه دعاره يا غدا؟ دعارة؟ انت مستحمله الراجل ده ازاي؟ بقول لك بس عشان انتوا قاعدين في البيوت عمالين تتفرجوا على قناه الجزيره والحره والكلام ده كله، خلاص؟ انا واحد صاحبي معدي عليا امبارح في اللجنه الشعبيه اللي انا واقف بحرسها قدام بيتي، ظابط خلاص معدي بيقول لي في واحده ايرانيه سايقه عربيه 4x4 نصف عاريه معاها رشاش ولا مش عارف ايه وعماله تطوح في الكل، لا فرق بقى مع مؤيد ولا متظاهر ولا زفت. ده ايه؟ ست راكبه 4x4 معاها رشاش بتطوح في الناس. ليه المرأة الأخطبوط عندها 10 ايدين ونصف عارية؟ نصف عارية من فوق يا ترى ولا من تحت؟ وعرفت إنها إيرانية منين؟ قومي تعالي معايا، قومي تعالي معايا التحرير، قومي. احنا مش نازلين، انا هقعد هنا احرس بيتي، من فضلك يا غاده لو هتروحي خلي بالك من نفسك. عنك ما نزلت، إن شاء الله يجوا يغتصبوك أنت شخصيا. مصطفى انا هروح التحرير. مفيش نزول يا منى. انا بجد حاسه اني مسجونه هنا. منى بلاش كلام في الموضوع ده تاني من فضلك ارجوكي. يعني الحقيقه طبعا احنا سخرنا على الكلام اللي كان بيتقال ساعتها في الاعلام، ايرانيين ومش عارف ايه، ورحت الكونجرس والكلام ده كله، وافتكرنا ان احنا كشعب خلاص ما مش حدش عارف يضحك علينا تاني بعد كده. لكن بصراحه الجيش السيسي قلبها بقى جو كرتون واهل الشر والجو اللي اصعب من اللي كان في 2011، والشعب بيمرر عادي وبيصدق عادي. يعني في بحث كنت قريته زمان عن الطاقه الايجابيه للاجسام. في ناس تقرب منك تحبها من قبل حتى ما تتكلم معاها او تعاشرها، وفي ناس العكس تقرب منك كده تتعصب. وفعلا لما شاركت في مليونير في التحرير، رغم ان بطبعي من اعداء الزحمه يعني ما بطيقش الزحمه، حسيت بطاقه ايجابيه غير عاديه، حسيت بطعم سعاده والله ما نسيتوش لغايه دلوقتي. مئات الالاف بيجمعهم حب الخير لمصر، بيجمعهم الصدق. وقتها افتكرت البحث ده وصدقته خلاص، وفهمت كمان الحكمه من الصلاه في الجامع جماعه. ليه بنحس بسعاده اكتر كل ما كان الجامع مليان ناس اكتر؟ فعلا في ناس محتاجه قوه الجماعه الصالحه وطاقتها الايجابيه علشان تتغير معاهم للاحسن. وده اللي حصل لآسر ياسين في نهايه القصه، لما تخلص من مخاوفه وشكوكه وبدأ يهتف المصريين هم. مالك يا عم عبده في ايه؟ مفيش، كل مره بعمل الكسره في النص. انا ما بتكلمش على البنطلون، انت مالك؟ والله ستك عندي ابني بقاله يومين في المظاهره وما شفتوش بقاله يومين، ما اعرفش راح فين. وانت ايه اللي خلاك تنزل المظاهرات من الاول؟ هو نزل مع واحد صاحبه. طب ما تطبخي لي الكلاب بدل ما ترميها. عفوا، بعدين هم عندهم اكل كفايه. افتح لي بس انت الباب ده. ما الزبالين لسه ما جوش؟ انت شايف ايه؟ فله جوه. انا جعان، هناكل ايه؟ انا مش عايزه اطبخ ولا عايزه ادخل المطبخ. يعني نموت من جوه. عناصر الثورة متوفرة في اليمن، يصفون نظام الحكم بالاستبداد ويقولون إن له أبناء شرعيين من فقر وفساد وبطالة. لكن النموذجين المصري والتونسي متوفران هنا أيضا بصورة أخرى. هذه مجموعة من أنصار الرئيس تخرج للتحرير لما تعتبرها إنجازات كبيرة له، بل وتطالبه بالبقاء له. مش
مش عايزه تخشي نريح في السرير شويه؟ لا، عايزه انام هنا لوحدي. منى المؤلف ناصر عبد الرحمن هو شارك في كتابة فيلم، سيناريو فيلم هي فوضى. ختم ناصر عبد الرحمن ده ختم فيلم الليلة، فيلم 18 يوم بقصة سماها أشرف سبرتو للمخرج أحمد علاء الدين. القصة الأخيرة كانت بطولة إيمي سمير غانم والموهبة المهمة قوي اللي اسمها محمد فراج. كلمة سبرتو بقت مرتبطة في الخيال الشعبي المصري بالكحوليات أو بالحريقة. نسينا خالص إن السبرتو كمان مطهر، ينفع مطهر. ودي الازدواجية اللي لعب عليها ناصر عبد الرحمن. وما ننساش إن رباية الأستاذ يوسف شاهين، بس يوسف المرة دي ربى صح، اللي كان رأيه في فيلم هي فوضى إن الحل هيجي بدعم الشعب لرجال القانون الثوار. يعني فيلم هي فوضى كان البطل اللي هو وكيل النيابة مدعوما بالشعب الغاضب قدر يقف قدام دولة حاتم. قبل ما نتصدم طبعا كلنا في قضاة من عينة ناجي شحاتة، يعني وقت ما عمل الفيلم ده يوسف شاهين ما كانش حد يتخيل خالص ناجي شحاتة، كان القضاء ليه هيبته وليه احترامه وبريقه. وقبل ما نتصدم كمان في محامين من عينة سمير صبري. علشان كده كان بطل القصة دي محامي بس بيشتغل حلاق، في رمزية واضحة جدا. وبرضه المحامي اللي بيشتغل حلاق، راجل القانون اللي بيشتغل حلاق، كان بيضطر يدفع إتاوة للبلطجي. بصراحة هايل اللي عمله ناصر عبد الرحمن، هايل في رمزيته بصراحة، في تركيبته ببساطة رهيبة وعميقة في نفس الوقت. علشان كده مرات المحامي، مرات أشرف سبرتو، ما كانتش عايزة تخلف منه في البيت القديم المتهالك اللي بيرمز لمصر لحد ما قامت ثورة يناير.